ما ينفعش تشوف رؤية وتروح تقولها لأي حد، هيأوّلها غلط أو صح يبوّظ لك الدنيا، يا إمّا يكون فيها خير فيمنعك منه يأوّله غلط ما تنزلش، لإن لازم تؤوّل بما تحتمل الرؤية، اللي تحمله يعني. يعني مثلًا مثال، واحد رأى في المنام إن هو محمول على الأعناق، محمول على الأعناق دي تؤوّل بإيه؟ إنه ممكن يُحمل جنازة، يموت فيُحمل جنازة، ومحمول على الأعناق ت ت ت ممكن تحتمل إنه يفتضح، خلاص فيُنشر أمره على رؤوس الخلائق، فكده كإنه محمول على الأعناق، يعني كل الناس، رؤوس الناس كلّها وصل لها الخبر، ويحتمل برضه إن هو يعلو قومه ويسود قومه، يبقى سيد في قومه. فسبحان الله، الرؤيا فيها دلوقتي تأويل صح خير كبير جدًا ليه يسود قومه، وتفسيرين سيئين جدًا، منهم موت ومنهم فضيحة. لو أنت رُحت لحد بيكرهك وعنده يعلم التأويل هيختار لك موت أو فضيحة والعياذ بالله، ولو اختار حاجة هتقع. الرؤيا معلقة على رجل طائر ما لم تؤوّل، إذا أوّلت سقطت، سقط التأويل اللي أنت أوّلته. فخطير جدًا المسألة، وياما ناس خربت بيوتهم ودمّرت حياتهم بسبب رؤية زي كده، اتأوّلت بشكل غبي يعني. فالمهم تكون تحتمل الرؤية، لكن لا مثلًا أنا شُفت الراجل اللي شاف نفسه محمول فوق الأعناق ده، وراح لحد مثلًا بيحبه وبيعلم في التأويل، هيقول له أنت هتسود قومك، هيختار له ده بكل أريحية. لو حد حاقد أو حاسد أو كده مش هيختار، تسودني أنا وتسودني ليه وأنت مين؟ يختار له اللي فيه سوء والعياذ بالله. لكن لو حد بقى جاهل مش فاهم حاجة وسمع الرؤية قال له هتتجوز، ما فيهاش جواز، بوّظ الرؤية كلها، لا هينزل منها خير ولا ينزل منها شر.